السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم باش نعملوا العصيدة التونسية بتاع عصيدة الزقوق وعلى أصولها التقليدية الصحيحة، بزقوق الكعب مش بزقوق الحكة. تبعوني شوفوا لي زيتاب متاعها الكل باش إن شاء الله تتحصلوا على العصيدة نكهة زمان أنا ورثت على أمي يرحمها وعلى خالتي يعملوها هكاكا. عصيدتنا معروفة يعني معروفة بالكدا بالبنة والغموقية متاعها واللون. ناخذوا 500 جرام زقوقو كعب مش مرحي زقوقو. نغسلوه 5 مرات، أنا غسلته 5 مرات. تنجم تغسلوا أكثر، نجم تغسلوا أقل كان معناها ما فيهش برشا حجر. أنا غسلته 5 مرات باش تأكدت اللي هو نظيف سي بون. نعبي نحط زقوقو في بول ونصبي ونعبي عليه الماء يهبط داك الحجر وكل وسخ اللوطة. نجل الزقوق ونحيه نحطه نصفيه من فوق، معناها هكا بصفية ولا بيدي نهزه ونحطه في حاجة أخرى ونلوح هكا الماء اللوطاني. نعاود المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والمرة الخامسة. من بعد هذا يزقوقو اللي بعد ما نقيته شنو نحيت منه، من بعد نحطه يشيح ونحط النقيه هذيك الوسخ اللي خرجته منه بعد ما نقيته. تو باش نجيو لمرحلة التعريج. ال500 جرام انا قسمتها حطيت في قلاية كبيرة ومتينة شوية، نحط بحذايا صحفة بعد ما يتعرج باش نصبه في الصحفة يبرد، خاطر ما تحطوش في الفور، او في الفور يتصهد يتحرق ويجي مطعم المرارة ويتهلك لكم يمشي هكاك خسارة. هكا نوسعوا بينا نوطيوا له على الغاز شويه ونقعدوا هكا نعرجوا فيه لين نسمعوه تكتك، نسمعوه تكتك معناها راهو مريق. وصلنا معناها للبيت اللي حاجتنا بيه، ونقعدوا هكا نقلبوا باش الفوقاني يعني يهبط له النار وهكا كله يكون يعني معرج، متأكدين اللي هو متعرج مريق. نوسعوا بينا في الإيتاب هذيا. إيتاب مهمة على الآخر راهو في الزقوق انك تعرجوا. من بعد نجيو نرحيوه. أنا رحيته من يظهر لي 5 مرات، أما متأكدة اللي هم رحيتهم 4 رحيته 4 مرات. اللي عنده الروبو هذاك اللي يقر فيه معناها الفيربيساك نتاعو ينجم يرحي بيه الفيربيساك ويقر له الزيت نتاعو اوكي. سينو مش الناس الكل عندها لي روبو هذوك وما نصعبوش على رواحنا، نحطوه شويه في الميكسور. الميكسور نتاعي انا جوست باش هروشته من الاول استعملت هذا نتاع الجو. الواحد عنده كاس يعني يرحي توسكي فغويسيك، استعملته زاده وحطيت هذايا الكاس يرحي حمص والا نرحي به انا الفاكهه ولا الجلجلان ولا اي حاجه. زدت عملت له ضربه اخرى. ومن بعديك باش نعاود نحطه في روبو اخر هكا باش ما يتحرق لكمش لي روبو نتاعكم، خاطر راهو الزقوق والجلجلين من اخطر الحاجات على لي روبو. بالحق الزيت نتاعهم جينيرالمون يحرق لي روبو، خاطر يعني يقعد يدور الموس برشا وهو معناها بليد في الرحيين. دوك نوسعوا بينا معاه زقوق. وحتى الطريقة التقليدية يعني أصعب مرحلة هي مرحلة الرحيين، خاطروا يعني حتى بالماكينة العربي متاع اللحم تعب. اللي عنده غوبو يستعملوا، اللي ما عندوش ما يقلقش يروح ويسيس روحه. وما عندكش عندك الميكسور متاعك يعني متاع الجو متاعك وتعرفوا ما يستحملش برشا، صب انت على انا على الرطل استعملت ايترا ماء. استعمل ايترا ماء، عبي دبوزه ايترا ماء صب منها شويه كيل بها، ومن بعديك كي دخلت الفرينه اقرا حسابك، دخل الليتر هذيك اللي استعملتها ولا نص لتر اللي استعملتها رحيت بها في حسابك. معناها ما تنساهاش، ما تصبش الماء كيكا مش اعتباطي، راه صبين الماء والفرينه جينا ما عندها حتى علاقه بالمطعم الواحد، ماهوش معناها مرقه باش تنشح تصب لها الماء. هذايا تكستور من الاول يعني تحضر كل شيء لي زانغريديون نتاعك وبالمقادير نتاعك الصحيحه وبالدوزاج وكل باش تجيك عصير الزقوق اللي على اصولها. دونك انا هوني جوست نحب نوصل للتكستور اللي في مخي، يعني اقرب حاجه للي نحب عليه. سينو راهو متاع الشارع ماهوش زقوق مالوغوزمون، زايدينو زيت زيتونه امبوسيبل. الزيت مهما يقروا مهما يتعمل ما يوصلش يقر زيت وكيك شطر الحكه زيت امبوسيبل. باهي باش نغليوه هنا شويه ماء. انا كان لاحظته ما صبيتش ماء معناها من الاول. باش نغلي هوني شويه ماء باش نرحي بيه جوست من الاول في التوا معناها اللي تاب شويه معناها باش نزيد نرحيه بالكدا. هذه التكستور اللي وصلت لها في الشايح، رحيته انا 3 مرات في بالشايح معناها ما صبيتش الماء. الاستيوس اللي عطيتها لكم تاع الماء اللي قلت اللي الكيس نتاعو هذا الروبو نتاعو هذا يعرفوا ضعيف، يعني ما تتقويش على الروبو نتاعكم راهي تتهلك. باهي كيما تشوفوا الكميه نتاع الماء اللي صبيتها اللي باش جوست نرحيه بها باش فريمون يخرج الزيت نتاعو وسخون. باش هذه لاستيوس الاولى لازم الماء يكون سخون باش يقر الزيت نتاعو، خرج الزيت نتاعو بالكدا زقوقو.
خليته انا برد شويه بالطبيعه، ما حبيتش نخليه في الفيديو طويل برشا، الوقت اللي يرتاح فيه تخليه يبرد شويه باش تحطوا الفرينه. خاطر تحطوا الفرينه على الماء سخون تلكلك. نحطوها نخلطوا عليه الفرينه كما قلنا، نكمل نخلطوا الكونتيتي نتاع الفرينه. باهي انا على 500 جرام زقوقو رطل يعني استعملت إتر ماء، وحطيت 180 185 ابوبخي فرينة بالميزان راهو. ما تنجموا تحطوا 200، ما اكثرش من 200 اذا تحبوا التكستور تكون يعني كريموز وتحبوا العصيده نتاعكم غامقه. هو يقول لك يعني جينيرالمون الوصفات يقول لك على الرطل تحط 250 جرام فرينه وإترا ونص ماء. انا الحق انا هذا اللي نعرفه يعني من كما قلت لكم الوصفه التقليديه متاع دارنا، يعني هكا نعملوه على 500 جرام. ما نحطوش برشا فرينه باش ما يجيش مطعم الفرينه فيه، وما نحطوش ما نعبيوش بالماء باش ما تقعش تنز بالماء من بعد. وخاطر صعيبه عطيت زقوقو في تتفلت يعني حاجه هكا صغيره راهو تتهلك عصيده كامله، وما بعد مشكلتها ما تتصلحش حتى ما عندك ما تعمل لها. هذه تكستور الفينال اللي جاتني. به انا حطيت كان شفتوني الكاس هذاك 200 مليلتر ماء ماء سخون باش جوست حليت بيه كما قلنا الزقوقو متاعي. من بعد لحقت عليها 400 مليلتر ماء خليتها تتنفخ فيه. 200 مليلتر رحيت بهم زقوقو، 200 مليلتر كي حطيت الفرينه حطيتهم باش دخلت الفرينه والزقوقو في بعضهم، دونك هذوما 400. ومن بعد ما كملت رحيت صبيت في الكيس متاعي بالطبيعه 400 اخرين، شللت بهم القمصان وصبيتهم فوق الزقوقو والفرينه وخليتهم يرتاحوا مده ساعه ونص. في الساعه ونص هذيك قص علينا الضوء، ان شاء الله ربي يفرج علينا الازمه. انتر طون خليته يرتاح بالكدا في عقله. فما برشا قبل كي يرتاح فما كالكوش نتاع الماء يعملها ينحيوها من فوق باش يقعد اللازم في اللازم بالبقادير يتبعوهم تاعي انا تلمو ما تلقاوش حاجه الكوش هذيك نتاع الماء اللي يعملها من فوق ما يعملهاش، خاطر كل شيء في بعضه. ناخذوا غربال، احنا نقولوا له في تونس غربال شعر، يعني يكون جويد على الاخر. هذاك متاع زقوق نصفيو به الواحد، والا تنجم تعمل صفيه في وسطها حاجه تول وتعصر بها الزقوق نتاعك باش تهبط معناتها الروح كيما نقولوا نتاع الزقوق. والديشي نتاع الزقوق ما تلوحوهش، المتابعين ما تلوحوهش، هذه استيوس اخرى خبيوها نقول لكم في قدم الايام شو نجموا نعملوا بيه. دونك صفيو الزقوق نتاعنا بالكدا، زقوق والفارينه اللي باش يهبط لنا اللوت هذاك هو اللي باش يتعصد. هذايا زقوق نصفيوه، حاولوا باش نكونوا يعني هكا في عقلنا نصفيو. هذايا الزقوق بقى تصفى بالحق. جو مطعم تعب شويه هي عصيت زقوق بنهارها بالحق، معناها سورتو لكن فما نقام تاع تنظيف نتاع زقوق ورحيان وتصفيت وتطيب راهو معناها تعب. نفهم برشا اولياء ولا امات في بريود المولد احنا نفضلكوا بها في تونس، يقول لك تقول لها امك شنو هو الفطور، تقول لك هيك عصير تزقوق على ما هي خاطر بالحق التعب تاخذ برشا يعني وسع بال وكل شيء. اما باش نعملوا حاجه مره في العام نعملوها بقداها ومعناها خاطر تاع الحكه سنة ريان افواغ بالقوم تاع زقوق العربي نقولوا نحنا وبالبليزيتاب هذوما. نعودوا صغارنا على هكايا الحوسه هذه، والواحد راهو بالحق عندها نكهه اخرى اشري حكه صبها ما عاديه معناها ماهيش. نعودوا صغارنا يعرفوا صغارنا يعني كيفاش احنا نحتفلوا بعاداتنا وتقاليدنا. وحاجة بنينة وإن شاء الله تقعد متوارثة عبر الأجيال إن شاء الله. لا يقطع لنا يعني عادات ولا معناها ينحي علينا حاجات هي بالحق عندهم نكهتهم راهو. هذايا الزقوق متاعنا بعد نكملوا نرحيوه غزر قديش قد ما تعصر يخرج الزيت متاعه، معناها هذاك الماء تعصر منه الماء. به قلنا حطينا 400 من الاول، 200 مع الزقوق باش رحيناه سخون مغلي.
خليناه برد. من بعد حطينا الفارينة 180 جرام فارينة متاعنا، صبينا عليهم 200 مليلتر اخرين ماء باش تدخلوا في بعضهم. دونك بين الزقوق والفارينه من الاول في المية قبل ليتاب هذايا في الميكسور عملنا 400، ومن بعد كي جينا جا باش يرتاح صبينا ال 400 اخرين، دونك وصلنا 800. مازلنا ما وصلناش للليتره. الليتره اللي باش تستعمل مثلا الميكسور ولا كالصفايه ولا الوحده البول اللي صبيت فيها، تشلل هكا شويه وتصبهم ال 200 مليلتر اللي قعدوا. هذايا المدلك متاع العصيدة، هذا المدلك سبيسيالمون للعصيدة. اللي عنده ماذا بينا مغرفة لوح لا، مغرفة حديد لا سامحوني، مغرفة لوح تكون نظيفة، مش معناها تغسلها حاول بالكدا خاطر ريحة البصل ماك تعرفوا تشد. شوفوا كتكستور، شوفوا كاللون، مازلنا ما حطيناش السكر اللي هو يغمقها. شوفوا انا بالحق يعني بالدمعة نتذكر امي يرحمها تقول كل حاجة معني بشوية بشوية الماء، بشوية بالسياسة بالسياسة، ونساعدوها باش ما تتهلكناش. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله بالحق كريمة معناها اون ديغي، مش فما شكون تكعبر له وشكون درا شنو وشكون تجيه يابسة وشكون تجيه مرخوفة يقعد يحرك 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 وتبدا تبقبق. عصير زقوق وبالحق يصرف خجيل. هذايا بعد ما بقبقت هنا باش نحطو. انا حطيت قد الفرينة قد السكر. على 180 جرام فرينة حطيت 180 جرام سكر. تحب احلى تحطوا 200 جرام ما فيها باس. اكثر الحق باش يولي هكا يعطي مطعم السكر كل حريق في الجريج، ما تكونش يعني النتيجة المرجوة. اللي يحب حلو يحب حلو يحط على روحه. سينو انا ما نحط لهاش عطر شيء، وما نحط لهاش كيما تشوفوا لا حليب نسلي لا حتى شيء، لا حليب مركز محلى لا محلى مركز. نخليها نطيبها مطعم الزقوق، وبالحق تستطعم مطعم الزقوق مع الفاكهة مع الكريمة. بنا عالمي. انا اكثر عصيدة نحبها هي عصيدة الزقوق بصراحة. هذايا صييت ابت في التحريك. حاولوا نحركوا بشويه، نقولوا نحنا باش ما تميصش يعني، نحاولوا نحركوا هكا نتبعوا تتبيع، فهمت؟ باش باش يعني ما تغلبناش، او ميم طون ما تشدوش هكا في جرة بعض وتحركوا تحركوا تحركوا للي تميص. بالسياسه بالسياسه كيما هكا، في عقلنا في عقلنا لين نوصلوا للإيتاب اللي حاشنا بها. جينا عصيدة ما شاء الله بنا. بالحق يعني حاجة. شوفوا كاللون ما شاء الله، شوفوا التكستور، ليزيتاب الكل هانا شفناهم مع بعضنا، وسعوا بالنا عليها، نعملوا بها جو، نعطيو حتى لصغارنا ينظفوا معانا زقوق وما فيها باس، يرحيوا معانا، نشاركوهم شوية في الايفينمون. عنده قورة وذاك ويقعد لهم في الذكرى متاعهم حتى كي يكبروا. نعطيهم بعد مغرفة صغيرة يذوقوا دوب ما الطيب وتبرد شوية، نعطيهم المدلكي هكا بمغرفة ينظفوه حتى بصباحهم، خليوهم يعني يكون عندهم دي سوفينير في العياد متاعنا. عنده رونق خاص. كل عيد احنا في تونس عنده انا عندي الذكريات هذي، احنا كل عيد نعملوه بكدا ومعناه يعني بالكدا والقده. دونك نحب نربي بنتي على التراديسيون متاعنا. هوني صبيته في الصحافي. فما شكون عندي في عائلتي ما يحبش الكريمه، صبيت له صحفه بلاش باش نخليه له بلاش كريمه. سينو باقي الصحافي نشطروهم بالزقوق ونخليو بلاصه الكريمه ونخليو بلاصه الفاكهه. هذه عصيدتنا ما شاء الله حضرت الزين وكل عين اللي فيها ما شاء الله، معناها تشهي بالحق، تشهي يعني جو بنا ومطعم. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير. ربي يعيد علينا ان شاء الله الاعياد ونحنا متهنين وآمنين وفي صحة جيدة. ربي يعطينا في صحتنا ان شاء الله وفي ذريتنا وفي مالنا. الله يرزقنا ويرزقكم من رزق الحلال الطيب ان شاء الله. هذايا العصيدة تنوريكم التكستور متاعها، جات ما شاء الله بالحق يعني فماش واحد يذوق عصيتي وما تعجبوش. هذايا التكستور متاعها انا عملتها لكم قبل المولد باش اللي معناها ناوي بقدرة ربي يعملها يعرف معناها شنو اللي يلزم. هذه التكستور لا ملكزة لا كلي كل حلقوم قالب واحد ولا حتى شيء. ان شاء الله تتابعوني في فيديوهات اخرين.